اليوم الخوت غادي نهضر لكم على انيس بوزيد. بما ان قرب النزالات ديال المغاربه ديال غلوري 100 الوزن الثقيل، اليوم قررت انني نهضر لكم على انيس بوزيد. جمعت لكم جميع التفاصيل ديال انيس بوزيد والنزال ديالو في غلوري 100. تابعوا الفيديو حتى الاخر تخرجوا فاهمين كل شيء من هذا الفيديو هذا. شي لايك الفيديو. يلا بينا نبداو. انيس بوزيد خلق في بلجيكا في 1 فبراير 1995. حاليا عنده 30 عام. الحياة المهنية ديال كيك بوكسين اول مرة كينضم للغلوري اللي هو في 2023، يعني اول مرة غادي يكون عنده نزال احترافي يعني في الوزن الثقيل. هو النزال اللي كان عنده في 2025. النزال السابق اللي كاملين المغاربة شافوا الوحش الجديد ديال كيك بوكسين اللي شفتو النزال ديالو ضد البريطاني ناثان كوك. طيحوا بالضربه القاضيه في الثانيه 28، اقوى ضربه القاضيه بين اسرع ضربات القاضيه في كيك بوكسين. انس بوزيد يعني المسيره ديالو يعني قصيره في كيك بوكسين، اللي هو كما قلت لكم اول مره غينضم للكيك بوكسين اللي هو في 2023. نهضر لكم على النزال اللي عنده في الوزن الثقيل نصف النهائي غلوري 100 ضد الروسي اللي الاسم ديالو اسد الله ناسيبوف. النزال اللي عنده حاليا اللي هو 14 فبراير اللي غيكون فيها 20 ملاكم. وهنا غادي نشوفوا السجل ديال الروسي المجموع ديال النزالات اللي هو عنده 12 نزال، عنده 11 انتصار وعنده 5 بالضربة القاضية. إذا هاد الملاكم أسد الله ناسيبوف قوي بالضربة القاضية وعنده خسارة واحدة. يعني الموعد اللي عندهم اللي هو 14 فبراير اللي قلت لكم بأن غير 20 ملاكم في هذا التاريخ هذا. كما كتعرفوا ما بقى والو لهذا النزال هذا، يعني نتمنوا التوفيق باش نشوفوا أسد جديد في عالم كيك بوكسين في الوزن الثقيل، وجه جديد من المغاربة الملاكمين اللي رسموا التاريخ في هذه البطولة ديال الكيك بوكسين. المنافسة ديال غلوري حاليا كينافسوا على 4 ديال البطولات عالمية. وهنايا كما كتشوفوا في هذه الليسته هذه هي الليسته ديال النزالات اللي غادي تكون 14 فبراير. كنتمنوا التوفيق للاسد الجديد في العالم الكيك بوكسين في الوزن الثقيل اللي هو انيس بوزيد. كنتمنوا يتاهل ضد الروسي اللي غيقضي عليه بحال اللي عمل ضد البريطاني، غيطيحوا بالضربه القاضيه ان شاء الله. المهم الخوت نتلاقوا في فيديو الجاي. الى اللقاء. تحية أي واحد اشترك في القناة مع الناس مع الكسلان.